السلام عليكم. قبل ما تسمع ابراهيم عبد الجواد قال ايه عن ازمه امام عاشور واعتذار امام عاشور، لانه وجه كلام مهم جدا جدا الحقيقه، وانا مش من متابعين ابراهيم عبد الجواد، ولكن الكلام اللي قاله كلام معقول جدا. قبل ما تسمعوه عايز اقول لكم على رايي في اخر الفيديو، وعايز اقول لك ان امام عاشور بيشبه بالظبط حاله اللي هي ابراهيم سعيد، اللي هو كان افضل لاعب خط وسط مدافع جه يمكن في تاريخ مصر، ولكن الموهبه ديت بصراحه ما فادتش نفسها، وبالتالي ما فادتش النادي الاهلي كتير، وبالتالي ابراهيم عاشور سعيد كان بتاع مشاكل كتير. انا اخشى ما اخشاه ان نفس الكلام ده يتكرر مع امام عاشور. تعالوا نسمع ابراهيم عبد الجواد. امام عاشور بيقول: اولا كل الاحترام والتقدير لزمايلي وكل منظومه الفريق من الكبير للصغير، وانا بعتذر عن اي خطا زعل حد مني ومتقبل للعقوبه، وده شيء طبيعي لان الفرق بين هنا واي حته تانية كبير قوي. للاسف فاكرين بالفبركه على السوشيال والتصريحات الكذب على لسان اخويا ممكن ياثروا على علاقتي بالاهلي وجمهوره. ده مش هيحصل. انا فخور بالاهلي وممتن جدا بدعم ومسانده الجمهور الاهلي، اعظم جمهور في الكون، وباذن الله طموحاتي واحلامي هتتحقق هنا في الاهلي. طب تعالى اقول لك بقى القصه بتاعت الاعتذار. نمره واحد، احنا لينا بالظاهر النوايا يعلمها المولى عز وجل. الظاهر ان الاعتذار من شيم الكبار، والظاهر ان الاعتذار حاجه تثمن، ان الواحد يعترف بخطأ وحاجه نحييه عليها. ولكن خليني بقى اقول لك يا امام 5 حاجات بسرعه كده على خلفيه هذا الاعتذار. نمره واحد، العبره بالملعب، لا بقصف الجبهات ولا بالترندات الرخيصه ولا باللقطات الرخيصه، العبره بالملعب. هتلعب، هتأدي، هتجيب بطولات، الجمهور هيشيلك فوق دماغه. واظن انت اكتر واحد حسيت وعرفت ان الجمهور الحقيقي مش بعض المغيبين على السوشيال ميديا اللي يهمهم هو الملعب وهي البطولات ومدى اسهامك في احراز بطولات. لان جمهور الاهلي الحقيقي اللي بالملايين ما بيكبرش حد غير فرقته، ومهما عملت ترندات ولقطات وحاجات كتيره جدا، لو مستواك نزل زي الفتره اللي فاتت محدش هيسمي عليك. دي نمرة 1. نمرة 2، جو التلقيح بتاع الحتة التانية والحتة التالتة والحتة الرابعة، أقولها لك وأعدها لك، أنت لو ملكش خير في الحتة التانية مش هيبقى ليك خير في حد، لأن الحتة التانية دي هي اللي خلت ليك اسم والناس تعرف مين هو إمام عاشور، ويروح منتخب مصر ويحترف، وخلت النادي الأهلي يشتريك وتبقى واحد من لعيبته. وتذكر الكلام اللي انت قلته على لسانك من احترام وتقدير الرمز الكبير والاسطوره الكبير الكابتن محمود الخطيب. افتكر كده نصحك بيه عشان تعرف ان الكبار بيفكروا ازاي وبيحترموا الحتت التانية ازاي. الحاجه التالتة، المفروض والصح ان الواحد لما بيغلط يقول انا اسف، نقطه. اسف وبس. لكن اسف وادعي المظلوميه واقول اصل فبركه ومش فبركه. هو انت لما عملت ريشير وريبوست لواحد من البوستات والستوريز بتاعت واحد من المدربين انت بتتمرن معاهم اهو، وكنت بتتريق فيها على مدير الكره بتاعك، دي كانت متفبركه؟ ولا دي اتحطت على السوشيال ميديا بتاعتك لمده 50 دقيقه وما شلتهاش غير بعد ما تدخل كبار الفريق زي عمرو السوليه وغيره من كباتن الفرقه اللي طلبوك ان انت تشيلها؟ دي مش متفبركه. فبدل ما تدعي المظلوميه وترمي خطأك على الغير، اعترف بخطأك وقول انا اسف، متقبل العقوبه وشكرا. نمرة 4 يا امام، لو شدنا خط دلوقتي وسطر دلوقتي، انت مش هتتشاف على رادار اللعيبه الجامدين اللي جم في خط وسط الاهلي ومنتخب مصر، مش هتتشاف. يعني مش هتيجي حاجه مثلا في احمد حسن ومحمد شوقي وحسني عبد ربه وحسام غالي وحسام عاشور وعلاء ميهوب وطاهر ابو زيد وصفوت عبد الحليم وحماده عبد اللطيف، مش هتتشاف. فانت حتى الان لعيب جامد جدا واحسن موهبه موجوده للعيب خط وسط في مصر، بس لو شديت خط وشفته كده وقست ووقفت تاريخك هنا، انت عملتش اي حاجه. وما تفتكرش ان ال5 بطولات اللي انت حققتهم مع النادي الاهلي دول حاجه، لان اي عيل صغير بيعدي من قدام باب النادي الاهلي بيحقق بطولات. اللعيب الصغير اللي احنا اصطلاحا بنقول عليه ناشئ، مصطفى شوبير او لعيب صغير معاه 2 افريقيا يا ابني. يعني اي حد بيعدي من قدام بوابه النادي الاهلي بيعمل تاريخ يقعد يتحكى بيه سنين.
زميلك في الفرقه واحد من كباتن الفرقه امر ربيعه معاه 6 دوري ابطال افريقيا، في انديه ما جابتهمش. الحاجه الخامسه والاخيره، سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام قال لك ايه؟ المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. الصحبه ثم الصحبه ثم الصحبه. الناس اللي بتكتب لك التويتات وبتاعت وحط بس انت الشعار يا امام واعمل وحط اقف فوق العرض واعمل رقم 1 فخلاص الموضوع هيعدي والناس هتشيلك فوق لا يا حبيبي، الكلام ده ما بيخلش على الجماهير، واللي خال عليهم لفتره قصيره ما بيطولش. في الاخر ادائك ومستواك في الملعب هو البرهان الحقيقي على تقدير وحب الجمهور ليك. الصحبه ثم الصحبه ثم الصحبه. لو انت محوط نفسك بناس بتتريق على مدير الكرة بتاعك وانت فرحان بيهم، لو انت محوط نفسك بناس بيشوفوك انت يقول لك انت رونالدينيو وزيدان زين الدين زيدان وباجيو في بعض، وانت ايه ده اللي بيعملوك كده ازاي وازاي بيغرموك، ومين محمد الشناوي ده عشان يعاملك كده، ومين محمد رمضان عشان يقول لك كده، وايه النادي الاهلي ده اللي يغرمك لو انت محوط ناس بتملى دماغك بالكلام التافه ده والسطحي ده، اعرف كويس جدا ان اخرتك هتبقى وحشه وهتروح زي اللي راحوا. انت مش اكبر من لعيبه ونجوم انت في الكوره ما تجيش صباع رجليهم الصغير وراحوا بسبب عقليتهم وشخصيتهم الغير منضبطه. فطول ما انت محوط نفسك بانتراج وصحبه سيئه عماله تضخم فيك وتكبر فيك وتحسسك ان انت مارادونا الجيل ومفيش حد والكره المصريه ما انجبتش غيرك وانت فوق اي حد واكبر من اي حد، يبقى الطريق مش صح. انت لعيب كويس جدا، موهبه كبيره جدا، ولكن لازم تعرف ان الموهبه من غير عقليه وشخصيه واحترام والتزام وانضباط ما تنفعش. والاحترام والالتزام والانضباط بيبان وانت قاعد دكه مش وانت بتلعب ومأدي، بيبان لما يبقى المدير الفني شايفك تقعد دكه فتحترم ده وتلتزم بده وتشجع زميلك وتقف في ظهره، تبقى متضايق بس تطلع ديك ده بشكل حميد جوه الملعب او في التدريبات عشان ترجع تاني اساسي. ولا يعني والكلام اللي الواحد بيقوله ده بيقوله عشان الواحد بيعز عليه ويصعب عليه ان يشوف مواهب كويسه ومحترمه وبتضيع بسبب صحبه غير صالحه ولا دماغ مش وتفكير وطريقه تفكير مش كويسه. اللهم بلغت اللهم فاشهد. السلام عليكم. كلمتين وباختصار. امام عاشور اخطأ وتعاقب عقوبه كبيره، 1,000,000 جنيه غرامه. اكتر حاجه خلي بالك دلوقتي بيتعاقب بها اللاعب هو الغرامات الماليه. سيبك من الايقاف، اللاعب الكلام ده بيضر الفريق ما بيضرش اللاعب، لكن الغرامات الماليه الكبيره هي اللي بتجيب نتيجه مع اللاعبين. اللي حصل ده برغم ان اللاعب امام عاشور لاعب مهم في النادي الاهلي، ومع ذلك يبين لك قد ايه النادي الاهلي ما عندوش خيار ولا فقوس، كل اللعيبه سواسيه. النادي الاهلي هو الاهم، النادي الاهلي هو اللي فوق الجميع. الكلام ده معناه ايه يا جماعه؟ معناه ان اللعيب مش هو الاساس ولا عضو مجلس الاداره، الاساس هو النادي الاهلي، كله بيخدم على سيستم النادي الاهلي اللي هو فوق الجميع. لذلك مهما كانت نجوميه اللاعب ولا حتى اهميه عضو مجلس الاداره، الاهم هو النادي الاهلي. كل اللاعبين مهمين، مفيش لاعب اسمه عندنا هو نجم الفريق الاوحد، لا، نجم الفريق رقم 1 في النادي الاهلي هو الجمهور. جمهور النادي الاهلي هو المدافع عن النادي الاهلي، هو اللي بيساند النادي الاهلي، هو اللي رقم 1 في البطولات مع النادي الاهلي في وقت الشده. انما كل اللعيبه سواسيه في الخطأ والعقاب والثواب. لذلك تم توقيع الغرامه على امام عاشور. ايا كان الموضوع اللي حصل من امام العاشور، هو تقبل العقوبه. سيبكم من الفبركه اللي بتحصل على السوشيال ميديا، وده بيشير بوست وده كلام فاضي. في ناس عايزه تنفخ في النار عشان تزودها. امام اخطأ، عقوبه يستحق العقوبه، خلاص يوقف الموضوع نقطه من اول السطر، انتهى الموضوع عند كده، ما نقعدش نزود في الكلام كتير. لو رجع لسيستم الفريق وهو اعتذر، وهو نزل بوست على الانستجرام الخاص بيه واعتذر وانتظم مع الفريق، هو زيه زي اي واحد في الفريق. قبل كده قفشه اخطأ، لاعبين كتير اخطأوا، كهربا اخطأ، مش عايزين نذبح اللاعب. استمر في الفريق وتدرب بشكل جدي والتزم بالعقوبه، خلاص رؤيه الجهاز الفني يلعب او ما يلعبش، واحنا ما نذبحوش، ما نديش فرصه لحد ان هو يشمت في اللاعب او ان هو يحرض اللاعب. لكن اللاعب لو تمادى في اخطائه، الاهلي ما بيوقفش على حد. الاهلي
ما بيقفش على اي حد. تحط قوسين وحط في وسط القوسين دول 100 واحد. دلوقتي نجم النجوم امير القلوب ابو تريكة اعتزل. اسطورة الكرة المصرية الخطيب اعتزل. السنة دي مش هروح لك بعيد، السنة دي الاهلي استغنى او باع افضل مدافع افريقي في افريقيا محمد عبد المنعم، والفريق ما اهتزش يا جماعة، ما بيهتزش الفريق لأي لاعب، واستمر الأهلي ياخد البطولات. كل أساطير كرة القدم بتعتزل في النادي الأهلي والأهلي بيستمر ياخد البطولات. قبل كده حسام وإبراهيم حسن انتقلوا للزمالك، الناس الكبيرة بقى اللي زي حالاتي هيقولوا لك حاجات كتير، أمثلة كتير، والأهلي فضل ياخد البطولات. لعيبة موهوبين شباب زي رمضان صبحي انتقلوا من النادي الأهلي والأهلي بيفضل ياخد البطولات. الأهلي ما بيديش فلوس بس، الأهلي بيصنع لك تاريخ عمرك ما تصنعه في أي نادي تاني. مجدي كروي اللاعب اللي بيكمل في النادي الأهلي بيفضل اسمه مذكر في كرة القدم المصرية. اللاعب اللي بيسيب النادي الأهلي بيتنسى بعد سنة ولا سنتين وخلاص، ما بيبقاش ليه أي ذكر كروي. النادي الأهلي هو البوابة السحرية للبطولات سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر. اذكر ان الكابتن الجوهري لما كان الكابتن الجوهري ماسك ايام المرحوم عبد الصالح الوحش لما كان رئيس النادي الاهلي وكان المدرب الكابتن الجوهري في سنه 87، جيل احمد شوبير وحسام حسن وابراهيم حسن لما كانوا طالعين لعب النادي الاهلي بالناشئين في نهائي كاس مصر قدام نادي الزمالك واخذ البطوله بالناشئين وفاز 3-2. واذكر ان الهدف الثالث اللي جابه لاعب شاب كان اسمه شمس حامد. اللي انا عايز اقوله الاهلي ما بيوقفش على حد، احنا نقطه ومن اول السطر خلص الموضوع. امام عاشور خطأ اتعاقب، هيفضل اللك كتير بقى على السوشيال ميديا والبرامج الحواريه تزود الموضوع. الاهلي انتهى الموضوع عنده عند العقاب. التزم امام عاشور، هو ابن من ابناء النادي الاهلي. ما التزمش خلاص، مصلحه الفريق فوق كل لاعب يا جماعه.